منظمة ال SCP منظمة سرية مسؤولة عن احتواء والتقاط العديد من الظواهر الخارقة للطبيعة والغامضة، الذين تطلق عليهم اسم ال SCPs، ولكن كمنظمة بهذا الأداء فهذه الظواهر والكيانات تصنف على حسب فئات وتصنيفات مختلفة، ففيها الضعيف وفيها القوي والمتوحش والكوني والغير مفهوم. وهذا موضوع مقطعنا هذا اليوم. معكم أندر، واليوم سنتحدث عن كل فئات ال SCP، من الفئات الأساسية والفرعية إلى الفئات الغامضة السرية. ولذا إن أعجبك هذا الموضوع اضغط على زر اللايك والاشتراك، ولنغوص في عالم النهاية. ولذا قبل أن نتحدث عن الفئات فيجب التفريق بين الفئات الأساسية والتي تمثل حوالي 91% من كيانات المنظمة، والفئات الأخرى التي هي الفرعية والسرية التي تمثل 9%. ولذا سنبدأ بالفئات الأساسية. فئة السيف أو الفئة الآمنة، وهي كيانات سهلة الاحتواء، والمنظمة تثق باحتوائها أو ترويضها أحيانا. هذا لا يعني أنها ليست خطرة، إنما يمكن إخضاعها بسهولة لإجراءات الاحتواء. ومن هذه الكيانات ال SCP 1123 الجمجمة الوحشية، وال SCP 662 نادل جرس اليد، وال SCP 529 جوزي نصف القطة. فئة اليوكليد أو إقليدس، وهي كيانات خطرة فعلا، لا يمكن احتواؤها إلا عبر بذل جهد من قبل المنظمة. كما أن فئة اليوكليد تحتوي على أكبر عدد من الكيانات، وهذه الكيانات لا يمكن التنبؤ بأفعالها، لذا لا يمكن تصنيفها كآمنة، وهذا يرجع إلى طبيعتها التي تعتبر نوعا ما خطرة، مثل ال SCP 9 الثلج الأحمر، وال SCP 49 طبيب الطاعون، وال SCP 217 الفيروس الميكانيكي. الفئة الأخيرة من الفئات الأساسية فئة الكيتر أو الخطر، والتي تعد الأصعب من ناحية الاحتواء، أو لا يمكن احتواؤها بالكامل. وحتى أن هذه الكيانات سواء كانت مسالمة أو عدائية فإنها مؤذية للغاية، وإجراءات احتوائها أو حبسها تكون معقدة للغاية، مثل ال SCP 990 رجل الأحلام، وال SCP 106 الرجل العجوز، وال SCP 1 حارس البوابة. وأشهر شخصية في هذه الفئة هي ال SCP 682 الزاحف الغير قابل للتدمير. ولكن الفئة